عارف الإحساس لما تبقى ماشي في عمارة قديمة وتحس إن في حد بيراقبك من ورا باب مقفول؟ أنا حسيته، وكل حاجة بدأت من هناك. كنت بدور على شقة إيجار جديدة بعد ما نقلت شغلي في القاهرة. لفيت كتير لحد ما لقيت إعلان على فيسبوك، شقة مفروشة بالكامل، إيجار بسيط في شارع الهرم، الدور الثاني، الشقة رقم 6. كلمت الراجل، قال لي تعال شوفها بنفسك. وأول ما دخلت العمارة حسيت بحاجة غريبة، ريحة عتق وكأن الزمن واقف. الراجل سلمني المفتاح بسرعة وقال لي لو احتجت أي حاجة ما تتصلش بيا بعد الساعة 12 بالليل. خلاص؟ ضحكت وقلت يمكن بيهزر، لكن الضحك راح أول ليلة. كنت لسه بنظف الشقة والساعة كانت 12:30 كده. سمعت خبط خفيف على باب الأوضة اللي في آخر الممر. قلت يمكن طيار هوا، بس لما بصيت الباب كان بيتحرك لوحده ببطء. قربت منه وإيدي بترتعش. فتحت الباب ولقيت أوضة ضلمة فيها مراية قديمة مكسرة من النص وعليها تراب كأن محدش لمسها من سنين. وأول ما قربت منها انعكاسي ما كانش بيتحرك زيي. أنا رجعت خطوة وهو فضل واقف في نفس المكان بيبصلي بنص وش وابتسم. قفلت الباب بسرعة وقضيت باقي الليلة على الكنبة والنور منور. تاني يوم سألت الجيران عن اللي كان ساكن قبل كده. الست الكبيرة اللي في الشقة اللي قصادي قالت لي بصوت واطي يا ابني ما تسكنش في الشقة دي، ده الولد اللي كان فيها اتحرك فيها من 2 سنين ولسه ريحته طالعة بعد المطر. من ساعتها وانا كل ما المطر ينزل بشم نفس الريحة، ريحة دخان وشعر محروق، وجايالي من ورا باب الأوضة اللي في آخر الممر من الشقة رقم 6.